اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، وان شاء الله دايما عليكم بالخير واليمن والبركات كل الايام اللي جايه، وكل الحاجات اللي يعني كل الشهور اللي بالخير علينا دايما هلا وجاي. طبعا انا قلت بقى ايه، زي ما انتوا فاهمين كده ببدأ كل حاجة بدري. تمام. فقلت لا خلاص بقى الوقت مننا كده هيجري مننا بسرعة. فربنا يا رب يبارك لنا في ايامنا وفي اعمارنا وفي كل حاجة. ادعوا لنفسكم كتير علشان خاطر في ساعة من عند ربنا وبيستجيب فيها دعواتنا. فدايما ادعوا لنفسكم بالخير. ربنا يا رب يجعل لكم الخير دايما في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حاجة. هنا بقى انا قلت ايه، امسك طقم التوابل بتاعي ده بقى، اظبط كده الدنيا وافضيه وبتاع. وفي القعده بتاعته الدواره دي كانت مكسوره. فطبعا انتوا عارفين انا وانا واقفه في المطبخ يعني ايه، بحاول ان انا اشغل قران شويه. بحاول انضف وداني بقى من الهم والحزن والمشاكل والكلام الحاجات. في حاجات كتير بنسمعها في حياتنا بتزعلنا، فبشغل القران يهديني، وفي نفس الوقت ايه، اشغل نفسي وبقى يعني ببقى متحفزه دلوقتي عليه. بصراحة بيشجعني يعني. فقلت بقى اغسل الطقم التوابل واحطه في مية سخنة وشوية بايركس وحاجات كده، ونقعته شوية. فلقيت الولاد بقى ايه، عملنا حاجة حلوة، عايزين ياكلوا ام علي. طبعا جبنا باكو ام علي ده من السوبر ماركت، عامل 23 جنيه بس. فالمهم جبناه، لقيته قلت اعمله في الطاجن ده، لقيته كبير. قلت لا، هعمل في الحلة دي واعمل في الطاجن اللي هو الفخار الصغير. حصلت مشكله بقى في البيت وكده، يلا مش مشكله، عشان خاطر الطاجن الفخار بين معتز وعدي، ده عايز الحله وده عايز الطاجن وده مش عايز الحله، وهكذا. ففكروني بقى ان انا لما انزل السوق اجيب طقم طواجن فخار. الطقم مش هيعمل 30 جنيه بس هيريح لنا ويحل لنا المشكله ان شاء الله. يعني لما ننزل السوق نفتكر ان احنا نجيب واحد. بس قلت بقى هنا ايه، ادفيهم بقى واروق عليهم واشغل الفرن تدفي الشقه. بما اننا بقى الجو عندنا برد، فقلنا لا ندفي بقى ايه الولاد شويه. رحنا جايبين حته سمنه محترمه كده من العلبه المحترمه دي. كل حاجه طبعا في الفيديو ده اكيد محترمه علشان بالشيء الفلاني. بس قلت بقى ادهن الصينيه الحله بتاعتنا كده، حاجه تكون محترمه. بيني وبينكم انا بعمل في الحله ان انا مش حابه ان انا اعمل لهم في حاجه تانية. لسه غسله المواعين والمطبخ زي الفل، وكان صعبان عليا ان انا بوسخ حاجه تانية. فقلت اعمل في اصغر حاجه، واي حاجه تكون سهله وسريعه. بس قلت بقى ايه اعملها لهم، لقيتها ايه، باكو بقى في حبه صغيرين خالص مش حاجه يعني. لا قلت بقى لما نروح نجيب كنافه او نجيب اي حاجه، نبقى نجيبه ايه من عند الراجل بتاع يعني من الفرن بتاعه الاساسي، يعني بالكيلو احسن ما نجيب باكو كده. بس كان عندي بقى قطعه نص رغيف فينو، رحت محمصاه وبرده مقطعاه عليه كده بايدي، طعمه حلو. بيخش الفرن وياخد وش كده بيبقى جميل. هتشوفوا دلوقتي احنا يعني بصوا بنوفر وندبر ونشغل دماغنا في البيت برضو. بس وده كان كيس كده لا يذكر فيه حبة مكسرات. يا ولده حزنانين وزعلانين، قلت لهم تعالوا. لا ان شاء الله جبنا بشر وجبنا زبيب وحاجات رمضان فاهمين. فاكيد ان شاء الله هنبدع بقى الايام الجايه ونعمل حاجات حلوه كتير. وهنا ده الطاجن اللي كان عليه المشكله وعليه الازمه عندنا والزحمه، كان عليه الاقبال شديد. اليوم ده كان ده يتخانق عايز الطبق، وده ويتخانق عايز الطاجن. يعني عايزين الاتنين، ده عايز الطاجن وده عايز الطاجن. بس حطي حته سمنه حلوه كده وظبطي الاداء، وحطي بقى ام علي بتاعتك كده زي الفل، فريشها في قلب الصينيه كده، او في قلب الحله او في قلب البايركس او في قلب اي حاجه. بس حطي شويه المكسرات وحطي اللبن واتفرجي عليها بقى حاجه كده، اللهم بارك، زي القمر، طعمها تحفه. فالعيال مدمنين دلوقتي عايزين يطلبوا من عند بلبن، عند بلبن في المنيو بتاعه بالمبلغ وقدره. طب قولوا لي بقى وشجعوني، انا ولا بلبن؟ يعني انا اعملها لهم في البيت ولا يطلبوا من عند بلبن؟ على فكرة بصوا تنفع ام علي دي، تنفع بكذا طريقة. لو فطيرة عندك بواقي فطير، تمام، وخلاص انتي فرافيت فطير بمعنى اصح، البواقي اللي بتبقى في الفطير دي، وخلاص انتي مش محدش هياكلها تاني، مش ترميها، دخليها الفرن، تاخد تحميصه كده حلوه، وتاخد وش كده حلو، وتاخد لون بني عسل كده، مش بني قوي يعني اللي هي تتحرق، لا لون نحاسي كده قمر. وتروح طالعه بقى مقرمشه كده وزي الفل، وتروحي ماسكاها برضو عاملاها بنفس الطريقه.
شويه لبن وشويه سكر وحته سمنه، وما عندك مكسرات حطي، ما عندكيش مش عايزه تحطي ما تحطيش حاجه، برضو دي ترجع لك تحت امكانياتك وتحت ظروفك. هنا بقى قلت احط اللبن، تمام، واظبط كده وادلع الطاجن والحله و... وادوق الولاد وادفيهم في الشتا ده. ايوه لازم السهره بالليل تلمي ولادك حواليكي وتدفيهم وتعملي لهم احلى حاجه بيحبوها. وكان بقيه السهره بقى كنا جايبين لب وسوداني ولب عباد وحاجات بقى كده ايه من المسليات بتاعت سهرة الشتا دي، وشاي بقى واللازم منه. تمام. مش معنى ان احنا ما معناش حد ان احنا ما نفرحش نفسنا، لا طبعا، انا بعمل كل حاجه حلوه لولادي في البيت، والله العظيم بتبقى احسن من بره بكتير. وكفايه بس القعده في وسط ولادك كده بالدنيا وما فيها. ربنا يخليكم لولادكم ويخلي ولادكم ليكم، ودايما تبقوا مبسوطين وتسهروا سهرات جميله. كنت بصوا عماله اطلع بقى من هنا ايه السوداني والحاجه عماله الحاجه كانت مقلوبه في الكيس كلها مع بعضها. وبعدين قلنا بقى ان نظبط كده الدنيا ونحط كل حاجه لوحدها نقسمها عشان ما يتخلطوش مع بعض. نرجع بعد كده اللي عايز حاجه ياكلها، لو حد حابب ياكل حاجه معينه ياكلها، ما يبقاش كله خلطبيطه في بعض كده. لا طبعا بحب لما تبقى، بس بحب اعمل كده لما تبقى الدنيا هاديه والدنيا رايقه والمطبخ بتاعي زي الفل ومنضفه الدنيا ومفيش حاجه شغله بالي، غير كده مش هتلاقوا مني اي كلام ده. هنا بقى كان رد فعل البشوات على ام علي بعد ما طلعت بقى بنسرق من الطاجن، حرامي في حرامي في قلب الطاجن يا جماعه. بس كده عمال يدوق بقى ويقول استنوا استنوا بس لسه ما دقتش، استنوا بصوا استنوا هندوق، وعمال بقى يشتغلنا بقى ويعمل كده. بس كانت جميله وعجبتهم، ان شاء الله نكررها تاني. بصوا الطاجن بقى وجماله، لو عشان خاطر الطاجن ده حطي لي لايك حلو. يلا يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديوهات حلوه كتير.